ذات يوم ولد طفل كان وزنه عند الولادة 40 كيلوغراما، وكانت والدته مندهشة للغاية. كان حمله بين ذراعيها أشبه برفع طفل يبلغ من العمر 8 سنوات، ومع ذلك لم يكن أمام الزوجين خيار آخر. كان عليهما تربية هذا الطفل بهدوء دون إخبار أحد. أخذوه إلى المنزل وبدأوا في رعايته. في بعض الأحيان بدأ الطفل ينمو بوتيرة مستحيلة. قبل عيد ميلاده الأول كان بالفعل طويل القامة مثل والديه. في سن السادسة كان طوله يزيد عن 2 متر. حتى سقف المنزل بدأ يصبح منخفضا جدا بالنسبة له. كان عليه أن يكون حريصا طوال الوقت على عدم ضرب رأسه. كان هناك دائما خطر الاصطدام بشيء أثناء المشي. بدأ والده يشعر بالقلق. أصبح المنزل مثل سقيفة قديمة. كان يقول غالبا أن شيئا ما ينكسر كل بضعة أيام. أنفقوا الكثير من المال على استبدال الأثاث والأبواب والجدران. حتى الأريكة المخصصة لشخصين بدت صغيرة جدا فقط لهذا الطفل. ازداد قلق الوالدين مع كل يوم يمر، وعندما بلغ الطفل 18 أجبر على العيش في غرفته منحنيا أو جالسا، لا يريد أن يراه أحد لأن العالم الخارجي بدأ يعامله كوحش. الآن يقضي كل يوم في صمت وحيدا في زاوية الغرفة. حتى الذهاب إلى الحمام كان تحديا كبيرا. أخيرا أدرك والداه أن هذا لا يمكن أن يستمر. قررا بناء منزل جديد كبير جدا لابنهما. صمم كل كرسي وكل سرير وكل باب على مقاسه. لأول مرة في حياته شعر أنه يستطيع أن يعيش كشخص عادي. لم يعد مضطرا للتراخي، لم يعد مضطرا للاختباء في الزاوية. الآن يمكنه أن يعيش بحرية في منزله في عالمه الخاص.